الراجل فجأة لاحظ إن المية اللي نازلة من الحنفية بتجري بالعكس. افتكر إنه بيتخيل، فقرر يفتح التلفزيون عشان يروق. بس كانت المفاجأة إن الناس جوه التلفزيون ماشيين بالعكس. بسرعة غير القناة، لكن حتى فيلمه المفضل كان بيتعرض بالعكس. بص الراجل على الساعة اللي معلقة على الحيطة، ولقي العقارب بتلف عكس عقارب الساعة. جري على الشباك وبص للشارع، لقى المشاة ماشيين بالعكس. وهو لسه مستغرب، سمع خبط على الباب. لما فتح لقى صاحبه واقف، بس تصرفاته كانت غريبة وكلامه بيتقال بالعكس. الراجل افتكر إن صاحبه بيهزر معاه وزعق له وقال له يبطل هزار، لكن وش صاحبه كان جدي جدا وما فيهوش أي علامة هزار. والأغرب إنه دخل الأوضة وهو ماشي بالعكس ومسك الإزازة اللي على الترابيزة. المياه الغازية رجعت من الكوباية للإزازة تاني، ولما خرج من الأوضة رجع برضه وهو ماشي بالعكس. وساعتها المياه اللي كانت اتثبت على الأرض رجعت لوحدها على الكمبيوتر. الراجل قرر يخرج يشوف إيه اللي بيحصل، لكنه ما كانش مصدق لما لقى حتى الطيارات في السماء بتطير بالعكس. فكر يسوق ويبعد عن المكان ده، لكنه أول ما نزل على الطريق اكتشف إن كل العربيات ماشية برضه بالعكس. ساعتها خوفه وصل للذروة وداس بنزين بكل قوته عشان يهرب. فجأة ظهرت عربية قدامه جاية بالعكس بسرعة رهيبة عليه. حاول يزوغ منها، وفي اللحظة دي صحى مفزوع وطلع إن كل ده كان حلم. لكن وهو بيحاول يشرب مية عشان يهدى، اكتشف إن المية في الكوباية بترجع تاني للإزازة.